إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس. وأهلا وسهلا بك في قناة فريوحة. لقيت أستاذة شابة مصرعها إثر حادثة سير مروعة وقعت صباح اليوم الاثنين على مستوى منطقة أرينا بكورنيش البلايا بطنجة. وحسب مصادر أخبارنا المغربية فإن الضحية البالغة من العمر 33 سنة والمحاضرة من مدينة وجدة كانت تعمل قيد حياتها أستاذة للتعليم الابتدائي ضواحي مدينة البوغاز. الضحية كانت حسب نفس المصادر تهم بقطع الطريق قبل أن تصدمها سيارة فارهة بيضاء اللون من نوع رانج روفر كان يقودها أحد الأشخاص بسرعة على طول طريق الكورنيش. وأضافت المصادر عينها أن الأستاذة توفيت بعين المكان متأثرة بكسور خطيرة على أصيبت بها على مستوى الرأس والعمود الفقري. فور توصلها بالخبر هرعت السلطات المحلية وعناصر الشرطة إلى مكان الواقعة، حيث تم فتح بحث قضائي لمعرفة أسباب وملابسات الحادث المؤلم. فيما تم نقل جثة الضحية لمستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في حين جرى فتح تحقيق لتحديد هوية السائق الذي فر هاربا إلى وجه مجهولة. لا زالت واقعة مصرع أستاذة شابة بكورنيش طنجت والتي دهستها سيارة فاخرة لدى صاحبها بالفرار تحظى باهتمام الرأي العام الوطني، خاصة بعد استمرار اختفاء ولد الفشوش المتسبب في الفاجعة. وفي هذا الصدد وبوية تقديم العون لمحققي الشرطة، أطلقت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية نداءات عاجلة الهدف منها تحديد هوية الجاني أو تقديم معلومات عن مكان تواجد السيارة. أغلب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت النص التالي: نداء إلي ساكنة طنجة البحث عن سيارة رونجروف بيضاء لون عندها زجاج أسود لون عندها ضربة كبيرة في جهة المطور اللي شاف كتصلح عند شيء محل إصلاح السيارات خبرنا هذا سيارة ولدي فشوش اقتل أستاذة شابة في بدية لحيات ديالها. سوف نبحث عن هذه السيارة، إذا كان القاتل عنده نفوذ فالمرحومة الأستاذة عندها الله والشعب والروح عزيزة عند الله داب يحصل إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.